دي سلسلة لطائف، يعني معلومة قرآنية كده في 30 ثانية. الجزء الأول، سورة الكهف، مع نهاية قصة سيدنا موسى والخضر. سيدنا الخضر بدأ يقول لسيدنا موسى الحاجات اللي هو عملها دي عملها ليه. فأول حاجة قالها له إيه؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. وبعديها بآيتين هتلاقيه بيقول لك إيه؟ فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. اللي سيدنا الخضر عمله هنا ده كان من باب التأدب مع الله. في البداية لما كان في شر أو ضرر قال لك إيه؟ فأردت أن أعيبها، نسب الضرر لنفسه. إنما لما كان في خير قال لك فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. مع إن في النهاية سيدنا الخضر قال لك وما فعلته عن أمري، ولكن التأدب مع الله إن أنت تنسب الخير لله وتنسب الضرر لنفسك. وعندك مثال تاني للكلام ده، الجن لما قالت وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هنا هم نسبوا الشر للمجهول، قال لك أشر أريد. طب هو مين اللي هيريد؟ ما كده كده الله اللي هيريد، ولكن تأدبا مع الله نسبوه للمجهول. فالتأدب مع الله زي ما قلنا هي من صفة الأنبياء والصالحين. وحلو قوي كده. أنا جابر، ما تنساش اللايك واستنى اللطيفة بتاعت بكرة.